ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشيني كتير 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 كتير. النهارده هنعمل ايه بقى مع بعض؟ هنعمل مع بعض المهلبيه. ده كيلو لبن. انا بحب احط لبن بخيره مع اللبن اللي هو بيبقى السايب ده، البقري، جاموسي كده يعني. تمام. حطينا اهوت. السكر حسب الرغبه، المقدار اللي انت عايزاه اهو. هنسيب اللبن يغلي على ما نجهز بقيه المكونات. خليكم معايا اهو. رجعنا تاني. شوفي بقى انت مقدار السكر، شوفي انت بقى مقدار السكر بتاعك قد ايه حسب ما انت حابه. انا ما بحبش احط ميه، هو يا دوب نص كوبايه الميه اللي بدوب فيها النشا، غير كده ما بحبش بصراحه احط ميه. هنجيب نص مج ميه، نص كوبايه بس مش اكتر. هنحط فيها 4 معالق نشا، مش هنحطهم كلهم، نص المج اللي احنا بنقول عليه ده. طبعا احنا هنقلب كده عشان السكر اللي احنا حطيناه. تمام. طب هنضيف ايه تاني؟ هقول لكم هنضيف ايه تاني. لبن نيدو، هتضيفي كيس لبن نيدو وكيس تاني لبن نيدو. هو اللبن البودرة العادي عندك، اللي هو اي نوع تاني مفيش مشكلة. هنجيب معلقة قشطة. حطي معلقة قشطة. يبقى احنا كده مكوناتنا كيلو لبن ونص لبن اللي هو بخيره، اللي هو المبستر عامة. وهتحطي سكري وهتحطي معلقتين قشطة. دي المكونات بتاعتنا. هدوق بقى اللي هو السكر بتاعه. تمام قوي كده. اول ما اللبن يغلي هنحط نص مج الميه بالنشا. تمام اهو. اللبن قرب يغلي. تمام. هنحط 2 كيس فانيليا، بس ده بنحطه اخر حاجه بعد ما، يعني قبل ما تحطي النشا على طول بتحطيه. تمام. فاحنا مستنيين دلوقتي بس اللبن يغلي اهو. اللبن ابتدى يغلي. هنظبط هنا بقى ايه النشا بتاعتنا. هننزل بنص كميه النشا، عشان في نشا بتربط معاكي بسرعه وفي نشا ما بتربطش معاكي بسرعه. يبقى انتي كده تقضي في الخط اللي في النص زي ما بيقولوا. حطي حبه كمان وتصبري تشوفي ايه.
هتربط معاكي قد ايه. يعني انت مش لازم تحطي نص كوبايه الميه اللي انا قلتلك عليها، اللي هي عليها ال4 معالق نشا كلهم، لا، في نشا نوعها حلو وفي نشا لا. كده دي النشا دي حلوه تمام كده، كفايه قوي. هننزل بقى بالفانيليا. بس كده تمام. اشوف بس السمك، تشوفي سمكها كده بالمعلقه، علمت في المعلقه بالمنظر ده وما نزلتش كلها، تعرفي ان النشا حلوه كده. هتتخن في الطبق ومش هتبقى تخينه انها تشقق من النشا. كده خلاص غليت. هغرفها في الاطباق وارجع لكم تاني. اهو يا بنات اتعبى كله. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتزينيها بقى بجوز الهند، زبيب، اي حاجة بقى.